أثارت خبيرة التجميل اللبنانية جويل جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب إبداء رأيها في قضية النجم المغربي سعد المجرد. وأكدت جويل في تصريح صحفي أنها ترفض التضامن أو التعاطف مع مغتصب حتى وإن كان يقربها، قائلة: إن حدا اغتصب يدفع الثمن من مكان. وتابعت: حتى لو كان أبي أو زوجي أو خيي، لو خيي اغتصب اتركه بالحبس وما بدفع، لا يطلع بخليه ياخد درسه، وإذا سعد فعل هذا الشيء بده يدفع ثمنه. وفي سياق متصل، قرر الفنان المغربي سعد المجرد التقدم بطلب استئناف الحكم الصادر في حقه بالسجن ل6 سنوات.